الاتحاد والهلال كلاسيكو السعودية، قمة الجولة 12 من دوري روشن السعودي. اوكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ رجعت لكم مقطع جديد. كلاسيكو السعودية، الاتحاد والهلال، المباراة القوية، المباراة النارية، المباراة الحماسية، هي موضوع مقطعنا لليوم. طبعا مباراة الاتحاد والهلال راح تكون في الجولة 12 من دوري الروشن السعودي في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، 5 يناير. هذه المباراة راح تكون على أرض نادي الاتحاد في ملعب الملك عبدالله الدولي أو ملعب الجوهرة، الملعب اللي فعلا يشبه الجوهرة. ملعب جميل جدا يتسع لأكثر من 63 ألف متفرج، وتقريبا تذاكر خلصت قبل المباراة ب3 أيام، يعني المباراة راح تكون جماهيرية جدا، وهذا الطبيعي. نبدأ بصاحب الأرض والجمهور، الاتحاد في الدوري ترتيبه المركز الثالث. الاتحاد لعب 10 مباريات، فاز في 7، تعادل في 3، لم يخسر ولا مباراة. الاتحاد يقدم أداءات ممتازة وليست جيدة فقط. الاتحاد مرشح قوي للفوز باللقب في هذا الموسم، عنده 16 هدف عليه 3 فقط. الاتحاد دفاعه قوي جدا في هذا الموسم من بدايته إلى الآن، وهو أقوى دفاع في الدوري السعودي. طبعا عنده 24 نقطة، وعنده مباراة مؤجلة أمام الشباب، يعني الاتحاد عنده فرصة كبيرة إنه يتصدر الدوري. بمجرد فوزه على الهلال هو ممكن يتصدر الدوري، لأنه النصر عنده 26 نقطة وهو في صدارة الدوري، فرق بينه وبين النصر نقطتين فقط. الاتحاد يقدر يتصدر الدوري بالفوز على الهلال وبتعثر النصر. بالنسبة للهلال، ترتيب الهلال في الدوري الخامس، لعب 11 مباراة، فاز 6، تعادل 4، خسر في مباراة وحيدة، له 20 هدف عليه 10 أهداف. الهلال عنده مشكلة في الدفاع، لأنه في 11 مباراة استقبل 10 أهداف، هذه كثيرة على الهلال. الهلال تقريبا في كل مباراة يستقبل هدف على حسب هذا المعدل، وزيادة الهلال لا يحافظ على نتيجة المباراة، يعني في آخر 5 مباريات أنت فزت مباراتين وتعادلت في 3. ممكن نعطيهم عذر إنه في إصابات كثير، ولكن بدوا يخرجوا من هذه المرحلة، وبرضو هذا يعني ما هو عذر قوي. يعني أنت تكون فايز في المباراة، فجأة تخسر أو تتعادل في المباراة، في لمح البصر الخصم يتعادل. في مشكلة في دفاع الهلال، في مشكلة في التركيز، لأنه بعد ما يفوزوا أعتقد إنه قاعدين ينسوا المباراة. يعني هذه المشكلة إذا حصلت أمام الاتحاد فالاتحاد راح يستغلها، والاتحاد أقوى دفاع في الدوري، صعب إنك تسجل عليه، فإذا سجلت عليه لازم تحافظ على هذا الهدف. طبعا الاتحاد عنده حارس ممتاز وقوي جدا واللي هو قروهي، وقروهي أحد أسباب وصول الاتحاد لهذه المرحلة الدفاعية القوية، اللي هو استقبال 3 أهداف فقط. قروهي حارس يعرف متى يطلع، متى ينط، متى يصد، كيف يوقف، حارس ذكي. وأنا عجبني من المواسم اللي فاتت، مو بس هذا الموسم، لازم الاتحاد يحافظ عليه. بالنسبة للهلال، فالهلال أيضا يمتلك المعيوف، والمعيوف حارس أيضا ذكي، حارس كبير في الدوري السعودي، له قيمة في الدوري السعودي. شفناه في مباراة النصر، قدم أداءات كبيرة، أنقذ الهلال من العديد من الأهداف. أيضا المعيوف حارس كبير ويستحق الثناء. بالنسبة للهجوم الاتحادي، فالاتحاد يمتلك في الهجوم حمد الله. حمد الله صحيح انه لاعب عنده مشاكل كثير، ولكن بدأت احس انه كذا بدأ يهدى وبدأ يركز في لعبه. والصراحة هو اساسا لعيب، بس يركز في اللعب يصير لعيب اكثر. وحمد الله مسجل 7 أهداف حاليا في الدوري، في الترتيب الثاني للهدافين. والهلال أيضا يمتلك إيجالو. إيجالو سجل 7 أهداف زي حمد الله. إيجالو لاعب ذكي جدا، لاعب لو الهلال يستغله مظبوط صدقني راح يسجل أهداف أكثر من اللي سجلها. في آخر 5 مواجهات بين الاتحاد والهلال انتصر الهلال في 3، وانتصر الاتحاد في 1،
وحضر التعادل في مرة واحدة. طبعا في آخر مباراة انتصر الهلال 3-1. هذه المباراة كانت مصيرية على تحديد الفائز بلقب الدوري. الاتحاد كان ماشي مظبوط إلى نهاية الدوري، بدأ يتعثر وخربها وطار عليهم الدوري. حنشوف هذا الموسم ايش راح يحصل، وممكن الاتحاد ينتقم من الهلال، وممكن الهلال يزودها على الاتحاد. وبس هذا مقطعنا بشكل كامل. أعطونا توقعاتكم تحت في التعليقات، خلينا نشوف مين يفوز في مباراة كلاسيكو السعودية بين الاتحاد والهلال. وشكرا للمشاهدة، ومع ألف 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 سلامة.